صباح الخير عليكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده بقى بصوا الفيديو بتاع النهارده يستاهل لايكات كتيره جدا بجد والله. هو الفيديو مش كامل ومش مصوراه من الاول، وهقول لكم ايه السبب ان انا ما صورتوش من الاول. بس الاول بتمنى منكم ما تنسوش ام وابويا من الدعاء ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، ام وابويا وجميع امواتنا ان شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين واليمن وسوريا ولبنان وكل الدول العربيه وطبعا مصر، ربنا يحفظهم من كل اذى ومن كل شر يا رب ان شاء رب العالمين. بصوا القرص دي اقول لكم قصتها وليه انا ما صورتش الفيديو من البدايه. انا في اليوم ده كنت عايزه اعمل قرص بالعجوه، وما كانش عندي اللي هو الدقيق اللي هو الاكياس ده، فكان عندي دقيق غله ودقيق ذره. فالدقيق الغله انا اول مره يعني اعمله في القرص والحاجات دي، ممكن نعمل بيه الكماج والعيش والحاجات دي، انما قرص والبيتزا وعجينه البيتزا والكلام ده لا ما عملناش بيه. اللي هو دقيق القمح الغله، عارفينه كلنا طبعا عارفين دقيق القمح ده بيبقى لونه يعني ايه مسمر شويه عن التاني، غامق شويه. فقلت لا والله لازم اعمل بيه واشوف النتيجه هتطلع معايا عامله ازاي. وما تلاقيت النتيجه بالجمال والحلاوه دي قلت لازم برضو ايه حبايبي كلهم يشوفوا الفيديو، وكمان نفيد بعضنا كلنا ان مفيش حاجه توقفنا باذن الله. فلما شفت الجمال اللي انتوا شايفينه ده قلت لا لازم برضو تشوفوهم معايا. ايه رايكم بقى؟ شويه قرص وحياه ربنا كانوا زي العسل، كانوا روعه الروعه. لو انا عاملاهم بالدقيق اللي هو اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت اللي هو الدقيق التاني الزيرو ده، ما كانش طلعوا بالحلاوه دي. طعمهم حلو جدا، ريحتهم حلوه قوي قوي. جبت بقى الدقيق بتاعي ورحت نخلاه، واخده منه 2 كيلو دقيق. كان عندي حوالي 4 كيلو، وعندي دقيق ذره طبعا ما هحطش دقيق ذره. ورحت عجناه، والمقادير حطيتها كده بالبركه، مش بعاير مقادير، لا بايدي كده بالكاله كده. والله العظيم وطلعهم. بص ما كنتش مصدقه ان هو ده بالدقيق اللي هو لان انا اول مره استعمله بصراحه في الحاجات دي. الله يرحمها امي، كانت بتعمل بيه الكحك بنعمل بيه الكماج على طول والعيش والحاجات دي كلها. انما نعمله في القرص والمعجنات اللي هي مثلا زي الكحك والحاجات دي لا ما عملتوش قبل كده. فقلت والله لازم اصور الجزء ده، هو جزء صغير كده، وان شاء الله بتمنى منكم تعملوا لي تعليقات حلوه كده من ايديكم ولايكات. واللي مش مشترك عندي في القناه يا رب يشترك باذن الله كده علشان القناه تكبر بيكم، خليها تتشبع والفيديو واليوتيوب يقترحها ان كان يقترحها في ايامه وسنينه دي. فطبعا دي كانت لسه تاخد لون، يعني بوريكم بصوا بوريكم مراحل التسويه. شفتوا بقى الذكاء بتاعي؟ والله العظيم شوية قرص كانوا عسل العسل. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وان شاء رب العالمين تعملوها وتطلع من ايديكم احسن واحسن. بصوا ما تخليش حاجه تعطلك، ما تقفيش على حاجه معينه. مش اللي تقعد تقول لك لازم الدقيق يبقى مش عارفه ايه ونوعه ايه والله ابدا. لما جربت الدقيق ده وهو دقيق اول مره استعمله، انا كنت شارياه يعني بالكيلو كده من واحده في السوق. وعندي على فكره الدقيق بقاله سنه بس في التلاجة، حطاه في برطمان كده وعيناه في التلاجة. ما بسيبش انا الدقيق، ما بسيبوش بره. اهم حاجة ما تسيبوش في كده يعني من غير التلاجة. اخدت لون، عاملة لون حلو قوي قوي. كانت ريحتها تحفة، كل اللي اكل منها في البيت والله كلهم بلا استثناء شكروا فيها، في طعمها، في العجوة كمان كانت العجوة حلوة جدا. ان شاء رب العالمين انا لسه عندي شويه دقيق، هنعمل مع بعض برضو فيديو، هنعملها فيديو كامل باذن الله، واوريكم المقادير واوريكم الدقيق واوريكم الحبوب نفسها اللي هو حب الغله ده او القمح. يا رب